انا هنا معايا اللوبيا اهي لسه هتغلي على النار. انا بنقيها وبغسلها وبحطها في ميه على النار، اسويها وما تسواش على الاخر، لازم يبقى فيها تكايه عشان بتحط في الطماطم. هسيبها تستوي. وعندي هنا الميه دي بقى اللي هحط فيها الفراخ، برضو قربت تغلي. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. انا هنا هعمل الخلطه بتاعت البتنجان او للسمك او لاي حاجه انت عايزه تخلي بيها. انا بعملها دايما كده كمان للسمك، بعمل كميه وبعملها للبتنجان والسمك. انا حاطه هنا الثوم، بس توم كبار، خدت منهم بس الملوخيه واللوبيا، وحطيت عليهم الفلفل، وحطيت عليهم ملح وشطه وكمون وليمون وشويه خل، وهضربهم مع بعض. هخلي منهم البتنجان، بس لما باجي اعمل البتنجان او السمك بزود ليمون تاني، بس احط الملح بتاعه كله. هضربهم بقى مع بعض، وبعدين اخلي منهم البتنجان، والباقي بشيله في الفريزر عادي. ما بعوزه بطلعه بيفك وبستعمله. البصله اهي بتاعت اللوبيا، حطيت معلقه سمنه كبيره وحطيت عليها بصلايه، هخليها تصفر سنه كمان، وبعدين احط عليها الثوم والملح والفلفل بالمنظر ده كده. دي معلقه ثوم اهي صغيره وملح وفلفل، هقلبهم مع بعض لغايه ما ريحه الثوم بس تطلع. انا ما بحمرش الثوم، ريحته تطلع كده مع الملح والفلفل. نحط عليها الطماطم، بسم الله، ياخدوا غلوة مع بعض، وبعدين احط عليهم اللوبيا. اللوبيا انا سلقتها وصفيتها وغسلتها من المية الغامقة اللي فيها، تغلي بس غلوة كده واحطهم معاها. وهنا البتنجان اهو بقليها اهو، دي قد الشوربة اهي. انا الشوربة دي حطيت عليها ملح وفلفل وبصل وورق لورا كبشتين صلصة. وقعت طبق اتكسر الحمد لله. هنا القطة دي دخلت خد غلوتين. وادي اللوبيا، انا مش مسويه اللوبيا على الاخر عشان هتاخد معاها سوا برضو. بسم الله، احطها فيها واسيبهم مع بعض لغايه اما يتسبكوا، وبعدين ازودها شويه ميه. اللي عايز يزود شوربه يزود، انا مبحبش ازود شوربه، انا بحط ميه. انا هنا خليت البتنجان اهو، وتعصري عليه بعد ما بتخلصي ليمونه او نص ليمونه زي ما انت عايزه. وهنا بقيه الخلطه اهي بروح شايلاها في الفريزر، اطلعها للبتنجان تاني او لسمك او اي حاجه يعني. والشيف اللوبيا اهي اتسبكت وتقلت، ازودها ميه. بسم الله، متحطش كتير، وظبطي ملحها. عايزه تحطي شوربه حطي شوربه براحتك. وهنا انا بحمر الشعريه عشان اعمل الرز. انا هنا الملوخيه اهي حطيتها اخرطها، وادي النص التاني بعد ما نشفته حطيته في كيس، طلعت الهواء واحطه في الفريزر. تطلعيه تضربيه في الكبه وتحطيه على الشوربه المغليه، وهتبقى كانها لسه جايه وبخضرها. اخرط بقى الملوخيه. انا هنا حطيت الملوخيه بعد ما خرطتها على الشوربه، حطيت في الشوربه واحده مرقه فوريه اللي هي دي، وحطيت شويه كربونات صغيرين بيخليها خضرة وحلوه، وحته توم صغيره. وهنا انا حاطه الثوم والكزبره وسمنه اهي. هتغلي تقلب كده واروح شايلها واعمل لها الطشه. الملوخيه لما تجيبيها، لو مثلا بتستعملي نص، هاتي كيلو وشيلي نص في الفريزر ونصه اعمليه، هينفعك في اي وقت، يسهل عليكي زي ما انا عملتها كده اهي. بس كده خلاص، هي قلبت اهي. التومه اهي على النار، وحاطه معلقه سمنه كبيره، وحاطه توم، وحاطه كزبره ناشفه وشعره ملح. هحمرها، مش هحمرها قوي، هخليها لونها ذهبي كده حلو، وهطشها على الملوخيه اهي. بس فاتحه زي سنه بالمنظر ده كده، وهحطها بقى ايه على الملوخيه. ادي لونها اهو.
مش مبيناها قوي. بس هترشها بقى. بسم الله. شو خضرة وجبلها، اقلبها كده في بعضها، واحط بقى شويه في الطاسه وافضل في الطاسه كمان. ايه رايكم؟ جميله اهي. على فكره شويه كمان بتتقل، يعني ما تقلهاش قوي، لان هي لوحدها بتتقل، بترمي مع نفسها كده وكده. انا هنا فضيت خلاص الحبه اللي في الطاسه اهي. بصوا سمكها جميل ازاي، لا خفيفه ولا تقيله، وفيها عرق وجميله. حتى لو بتطلع من الفريزر بتبقى بالمنظر ده على فكره. بالهنا والشفا.